أنا مدام ملك، عندي 47 سنة. مؤخراً صار مسؤولة عن صديقة عمري وأولادها الاتنين مصطفى وسعيد بعد وفاة جوزها. فجأة حسيت إن عمري كله اتسرق مني، وإن أنا ما عملتش فيه حاجة حقيقية. مش لأن أنا كسولة أو مش طموحة، لأ، ده الأسباب أنا هحكيها لكم دلوقتي. أنا بنت وحيدة ماليش إخوات. والدي كان ميسور الحال جداً، وحلم حياته إني أبقى ناجحة في شغلي. كان دايماً عايزني أدخل كلية إعلام، مع إني الصراحة ما كانتش حلمي الأساسي، بس كنت بحاول على قد ما أقدر أحقق له أي حاجة هو بيتمناها، حتى لو مش حلمي أنا. بابا وماما اتأخروا كتير عشان يخلوني أنا موجودة في الدنيا، وده بسبب مشاكل صحية عند والدتي. كنت طفلة وحيدة، بس مش وحيدة في العاطفة، بالعكس، كانوا مديوني حب مش طبيعي. ولما كبرت شوية في سن 7 سنين تقريباً، كنت دايماً بطلب من ربنا إن يكون ليا إخوات. كنت بلح عليهم بالموضوع بشدة، بس كنت لسه صغيرة، مش فاهمة إن والدتي كانت حالتها الصحية متعبة جداً، وإن أي محاولة تخلف تاني ممكن تخليها تسيب الدنيا. بابا كان بيحبها بطريقة فظيعة، لدرجة إني كنت أحس إحنا أسعد عيلة في الكون، مع إن أهله محدودين جدا في العدد والعلاقات مش أحسن حاجة. وأهل ماما كتار، بس الانشغال بطبيعة الوقت خلاهم بعيدين عن الود القوي. المهم، الطفولة الجميلة دي جريت بسرعة رهيبة. كنت عايشة في استقرار نفسي ومعنوي، لدرجة إني كنت أتمنى يقف الزمن وأفضل دايماً في حضن بابا وماما. بس للأسف مفيش حاجة بتوقف. بدأت أخرج من مرحلة الطفولة البريئة وأدخل سن جديد، السن اللي البنت بتبدأ فيه تفكر في الحياة الجاية، في البيت، في الأسرة، وفي حد يحبها. بقيت مشغولة بنفسي أكتر من الأول. عرفت أختار لبسي وميكابي يخليني أجمل من الحقيقة، وكنت بحس إني بحضر نفسي لحاجة كبيرة مش عارفاها. ومرة في فرح اخترت فستان جميل وعملت ميكاب رهيب، واتفاجئت بنفسي. دخلت متأخرة شوية عن ماما وبابا، وحسيت إني أجمل واحدة في القاعة، وحسيت الناس عينهم عليا، وحسيت بسعادة غير طبيعية. وفي اليوم ده حاول كذا شاب يتعرف عليا. كنت حاسة إن الفرحة كاملة، بس كانت دي بداية قصة طويلة. ريهوك، هل كنت أعرف إن سعادتي دي كانت مجرد بداية لمأساة كبيرة؟ وإزاي اكتشفت إن اختياري لأول عريس كان كارثة بكل المقاييس؟ تابعوني في الجزء الجاي. عنوان: حلم والدي وأول غلطة في حياتي. بعد الفرح ده اتقدم لي ناس كتير. بابا كان دايما ينصحني: ما توافقيش على أي حد من غير ما تدرسيه كويس، وفهمه عيلته وظروفه وتفكيره. كان بيحب يقعد معايا ويتكلم في السياسة والحياة والعلاقات. كان مثقف جدا وهادئ، عكس ماما اللي كانت مندفعة وسريعة القرارات. كنت بميل ليه أكتر، وكان هو المثل الأعلى عندي. علمني إن الجواز مش بس كلمة قبلت، الجواز مسؤولية. قال لي: لازم تعرفي الشخص قبل ما ترتبطي بيه رسمي. معرفة مش معناها علاقة محرمة، لأ، معناها إنك تسألي عنه، عن أخلاقه، عن أسلوب حياته، عن تجاربه السابقة، عشان ما تنخدعيش بالشكل والكلام الحلو. وبالفعل خلصت الكلية واشتغلت ونجحت في شغلي، وكان بابا فخور بيا جدا. قال لي: الخطوة الجاية بقى إنك تتجوزي ونفرح بيكي. السن بيمر بسرعة. كان دايما يقلق من إنه يموت ويسيبني لوحدي، وأنا كنت بخاف من الفكرة دي أكتر مما كنت متخيلة. وفي الشغل تعرفت على شخص مناسب في السن، محترم، كل الناس بتحبه. كان منضبط وملتزم جدا. بابا قعد معاه وانبهر بيه. الراجل ده قال: أنا مش محتاج منها حاجة غير إنها تكون وزوجة صالحة، ومش هقف في طريق شغلها أبداً. بابا اشترط عليه ده، وبالفعل وافق. عملنا خطوبة، وبابا طلب مني أأجل الجواز شوية عشان أدرسه كويس، بس أنا كنت متحمسة ومستعجلة، وفكرت إن دي مجرد مرحلة وتعدي. بدأت أحبه بجد، بطريقته الهادئة الناعمة اللي فيها غموض. قدر يخليني أحس إنه مركز الدنيا، لدرجة إني كنت أسامحه في أي غلط عشان بحبه. اتجوزنا، وبعدها بكام شهر ربنا كرمني بأحلى مولود في الدنيا. الفرحة كانت عارمة، بس ما كملتش كتير. الطفل عانى من مضاعفات بعد الولادة، وأنا كمان تعبت جدا. وفي فترة قصيرة اضطرت إني أستأصل الرحم بسبب إرهاق شديد. هنا الدنيا قلبت رأساً على عقب. جوزي اتغير 180 درجة، بقى شخص تاني، بارد وقاسي. ريهوك، إزاي الراجل اللي حلف إني كل حياته يقلب كده بسرعة؟
واكتشفت حقيقة صادمة عنه تخلي أي ست ترتعب. الاحتمالات هتصدمك في الجزء الثالث. عنوان: لما تنهار الأحلام وتظهر الحقيقة. بعد العملية الجراحية جوزي بقى بارد ومهمل. حاولت أرجع لشغلي عشان أحس بقيمتي، لكن رفض قاطع. حاولت أتكلم مع بابا، لكن حالته الصحية كانت صعبة، وماما برضو تعبانة. قبل ما أحل المشكلة بابا ساب الدنيا. كانت بداية نهايتي. حسيت إني وحيدة رغم إن لسه معايا جوزي وولدي. ما تحملنيش جوزي أبداً في فترة حزني، وانتهى بنا الأمر بالانفصال بالتراضى. وقتها بالصدفة كنت قاعدة مع صديقة قديمة واكتشفت إنها بنت عم خطيبة جوزي السابقة. عرفت منها قصة هتغير كل حاجة. جوزي السابق ده اللي أنا كنت متجوزاه كان طلب منها مبلغ فلوس ضخم جدا عشان يدخلها معاه في مشروع، ولما والدها رفض سابها ومشى. طلع شخص مادي بدرجة بشعة، بيلف ويدور على الست اللي تموله. أنا كنت رقم جديد بالنسبة له. اتجوزني عشان فلوس بابا، بس بابا كان حكيم، ما دخلش في حاجات ما يفهمهاش، وما عطانيش كل اللي كان عايزه. ولما اكتشف إن مفيش فلوس بالسهولة اللي متخيلها قلب عليا. اللي حسيته مرعب إن طريقته الناعمة الهادية دي كانت مجرد قناع. قدر يخدعني وأنا بنت educated وذكية، وبابا حذرني من الأول، بس الحب أعمى العيون. خدت مني سنين عمري وصحتي وقدرتي على الإنجاب عشان اكتشف إن كل حاجة كانت فيك. بعد الطلاق عشت مع ماما، كانت بتعوضني جزء من فقدان بابا، بس كنت حاسة إني فاضية. حاولت أرتبط بعدها ب5 سنين بشخص مناسب، لكن لما عرف إني مش قادرة أجيب أطفال رفض بكل برود. من ساعتها قررت إن أنا استحالة أضع نفسي في الموقف ده تاني. قررت أركز على شغلي، على نجاحي، على أصحابي. وكانت صديقة عمري هي كل حاجة. كانت متجوزة راجل محترم وخلفت منه ولدين، مصطفى وسعيد. كنا قريبين جدا لدرجة إنهم بقوا عيلتي التانية. ري هوك، هدوء طويل ومفاجأة. صاحبتي اللي كنت شايفاها أختي مات جوزها فجأة. قررت أساعدهم بطريقة ذكية، لكن حياتي اتغيرت بشكل مش متوقع مع ابنها الأكبر. إزاي؟ الجزء الرابع مليان مشاعر ممنوع تفوتك. عنوان: حب غير متوقع في السن الخطأ بعد وفاة ماما. والدتي. حسيت بوحدة لا تطاق. صديقتي وأولادها بقوا كل اللي عندي، وفجأة حصلت مشكلة كبيرة مع جوز صديقتي. اتدبس في خناقة كبيرة مع ناس واضطر يسيبهم ويسافر وما بقاش موجود معاهم. ولاده كانوا كبيرين، واحد في ثانوية عامة مصطفى، والتاني في أولى كلية سعيد. ظروفهم المادية صعبة لكن عزة نفسهم عالية جدا. ما كانوش يقبلوا مني أي مساعدة. عشان أساعدهم بدون ما يزعلوا قلت لصاحبتي خليني أشغل ابنك الكبير سعيد معايا في شغلي، ينظم مواعيدي، يشوف حجوزاتي، يساعدني في التنسيق، وبهذه الطريقة ما يحسش إنها صدقة. وافقت بعد تعب. سعيد بدأ يشتغل معايا واتفاجئت بشخصيته. شاب عند 23 سنة، كبر على عقله بشكل غير طبيعي. ناضج، فاهم، قوي، وبيتكلم في حاجات تصدم الواحد. مع الوقت بدأ يحسسني إني مرغوبة ومهمة. كان دايماً يسأل عني، مهتم بتفاصيلي الصغيرة. حتى لو كنت تعبانة يلاحظ من نظرة. أنا كنت 46 سنة، لكن مهتمة برشاقتي وشكلي جداً، والحمد لله ماشية كويس. محدش يقول إني على سني. كنت بشوف في عينيه نظرات إعجاب قوية، بس قلت في نفسي مالك يا ملك، انتي بتجني، ده صغير عليا. في عيد ميلادي فاجئني بهدية كان جايبها لي من غير ما أقوله، وفي اليوم ده اعترف لي بكل اللي جواه. قال: أنا بحبك، مش مجرد إعجاب، أنا عايزة أبقى معاكي طول عمري. أنا ارتبكت خالص. فكرت في فرق السن الكبير، 23 سنة فرق. فكرت في إني مش هقدر أجيب له عيال. فكرت في نظرة الناس ليا. رفضته في الأول وقال له إحنا مستحيل نكمل، لكنه ما يأسش. فضل يطلب مني أكتر من مرة، ولما شاف إني خايفة راح بنفسه كلم والدته، ومش مصدقة إزاي أقنعها، لكنه ضغط عليها جامد عشان توافق. حتى صاحبتي أمه اتفاجئت بصراحته وجديته، وبالفعل تمت خطوبتنا. ري هوك، خطوبة وحلم كبير، بس أنا من جوايا حزينة جدا. عارفة إني مش هقدر أحقق له أكبر أمنية في حياته،
إيه الأمنية دي؟ وهل هينجح الحب ولا الظروف هتآكل الأخضر واليابس؟ هاتوا المناديل للجزء الخامس. عنوان: العائق الوحيد بيني وبين سعادتي. بعد الخطوبة كنت مفروض أكون أحسن إنسانة في الدنيا، بس أنا كنت حزينة من جوايا بشكل غريب. الكل بيقولي مبروك يا ملك، أخيراً لقيتي حد يحبك حب حقيقي. بس أنا كنت بفكر في حاجة واحدة بس، إني مش هقدر أجيب له أطفال. هو شاب لسه في بداية حياته، أكيد يتمنى يكون أب، وأنا حرمانه من الحلم ده هيدمره مع الوقت. حتى لو هو دلوقتي بيقول إني مش مهمة، أنا عارفة إن الرجالة بتتغير مع السن. بعد 10 سنين ممكن يزعل ويقول إني خدت منه أجمل سنين عمره. قررت إنه أبقى صريحة تماماً معاه. قعدت معاه وقلت له: سعيد، أنا بحبك جداً، عشان كده مش هقدر أظلمك. أنا مش هقدر أكون أم. لو هنتجوز مستحيل أسمح لك إنك تتجوز واحدة تانية عشان تخلف. أنا لا هقبل إنه أشارك في رجلي ولا هعيش دور الضحية. فكر كويس، هل أنت مستعد إنك تتخلى عن حلم الأبوة عشاني؟ سعيد فضل ساكت شوية، بعدين ضحك ضحكة غريبة. قال لي: انتي فاكرة اني بحبك عشان تخلفيلي؟ انا ممكن اتبنى او اعيش حياتي معاكي من غير عيال، المهم انك انتي موجودة. انا مش هضحي بيكي عشان حلم مش قد حبي ليكي. كلامه ده خلاني احس بالذنب مش بالفرحة. حسيت اني واقفة في طريقه. حبيته لدرجة اني كنت عايزاه يعيش احلى حياة، بس هو كان مصر على موقفه. أمه صاحبتي حاولت تقنعني كمان، قالت لي: انتي عاملة معاه ايه يا ملك؟ سيبيه يقرر لنفسه. بس أنا مش قادرة، كل ما أشوفه مع طفل صغير في الشارع إحساس الوخزة جوايا بيرجع بقوة. عارفة إني لو اتجوزنا أنا هعيش طول عمري خايفة إنه يندم يوم ما. مش عارفة أعمل إيه، أفرح بالحب اللي أخيراً جه ليا ولا أضحي بمستقبله عشان راحتي أنا؟ ريهوك. وصلت لطريق مسدود. قررت أعمل حاجة مجنونة. قلت له لازم يرتبط بواحدة تانية جنبي عشان يجيب عيال. تخيلوا رد فعله؟ الجزء الأخير والأهم في حياتي، هتشوفوا فيه النهاية وهتعرفوا مصيرنا. عنوان: القرار الأخير اللي هيرضي قلبي وضميري. قلت لسعيد: أنا موافقة أرتبط بيك، لكن بشرط واحد، إنك تحاول تتجوز واحدة تانية جنبي، شريكة حياتية ليك، مش مجرد وسيلة إنجاب عشان تجيب منها العيال اللي نفسك فيهم. أنا مش هقدر أعيش وأنا حاسة إني وقفت في طريق أمنيتك. سعيد نظر لي بطريقة أنا عمري ما شفتها. عينيه اتدمعت، بس من الغضب مش من الحزن. قال لي بصوت واطي ومصري: بتقولي لي إيه؟ أنتي فاكراني ماشي في سوق للزواج؟ أنا مش بهزر معاك، أنا بحبك بس. أنتي مش ناقصك حاجة، أنتي كاملة، مش محتاج حد تاني عشان أحس إن حياتي ماشية. ولو أنتي مصرية على الفكرة دي يبقى إحنا ما نكملش. في اللحظة دي حسيت إني أنا اللي غلطت في حقه. الراجل ده كان ناضج فوق عمره بكتير. هو عايزني أنا، مش عايز أم لعياله. فجأة تذكرت كلمة بابا زمان: السعادة الحقيقية إنك تلاقي حد يحبك لذاتك، مش عشان اللي تقدري تقدميهوله. سألت نفسي: لو سبت سعيد عشان خوف على مستقبله، هل هعيش مرتاحة ولا هأند طول عمري إني ضيعت آخر فرصة للحب؟ أخدت قراري، شهرت وشي وقلت له: أنا موافقة أتجوزك بدون شروط، ومش هحاول أقرر عنك إيه الصح وإيه الغلط. أنت راجل كبير وناضج، والقرار قرارك. اتجوزنا. مرت سنة، ساعتين، 3 سنين، حبنا زاد، وهو عمره ما فكر في جواز تاني حتى. بالعكس، بقى شايف إن القصة اللي عشناها دي هي اللي خلت علاقتنا قوية ومبينة على الثقة مش على المصالح. أما موضوع الأطفال، قررنا نتبنى طفل يتيم بعد ما استشرنا شوية دكاترة نفسانيين. قالولنا إن ده مش هيكون بديل عن البيولوجي 100%، بس هيكون فرصة نعمل حياة جديدة لحد محتاج حب واحتضان. وده كان أحلى قرار في حياتنا. دلوقتي أنا 50 سنة وهو 27 سنة، ولسه بحس إني أصغر من عمري، لأن الحب الحقيقي بيدي عمر جديد. الخلاصة: ما تخافوش من الحب عشان ظروفكم، بس دايماً خافوا من إنكم تعيشوا من غيره. الحمد لله على كل شيء.